منذ أن احتلت الميليشيات العسكرية التابعة لما يسمى الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا وسلسلة الاعتقالات لم تتوقف في عفرين، فقد اعتقلت سلطات الاحتلال منذ أكثر من شهر المواطن محمد سليم حسين من أهالي قرية دير سوان بتلفيق تهم ضده لأنه تقدم بشكاوى من أجل إخلاء منزله المستولى عليه بعد عودته من حلب منذ 8 أشهر، حيث أفرج عنه بعد سجن 28 يوما وهو على وعد باستلام منزله. وبتاريخ 26/11/2021 اعتقل الزوجان جمال جميل معمو وتولين مراد حسن من أهالي قرية دارقر، ولديهما 3 أطفال أثناء عملهما في محليهما للحلاقة بمدينة عفرين من قبل ميليشيات الشرطة المدنية بتهم العلاقة مع الإدارة الذاتية السابقة، ولا يزالا مجهولي المصير حتى يومنا هذا. ومنذ أسبوعين اعتقل الشاب أحمد عزيز علو من أهالي قرية مستكة في منطقة الباب من قبل مجموعة مسلحة أثناء عودته من حلب إلى دياره في عفرين. وبتاريخ 2/12/2021 اعتقل المواطن حسني محمد شيخ محمد من أهالي بلدة ميدانكي في مدينة إعزاز أثناء توزيعه للمواد الغذائية وهو قيد الاحتجاز التعسفي، وسبق أن اعتقل 4 مرات في عفرين. وبتاريخ 3/12/2021 اعتقل المواطنين فريد حمو بن عصمت إدريس بكر بن محمد من أهالي قرية آشكي غربي من قبل الحاجز المسلح في مدينة عفرين أثناء عودتهما من العمل، وقد أطلق سراحهما بعد دفع غرامات مالية. وبتاريخ 5/12/2021 اعتقل المواطن مصطفى بن حميد من أهالي قرية دارقر وهو مريض سكري من قبل حاجز مسلح على طريق عفرين إعزاز، وأخلي سبيله في 9/12/2021. كما اعتقل بتاريخ 8/12/2021 كل من ريناز بحري كيفو، بطال كيفو بن محمد نور، سليمان زكي مصطفى، زردشت عبد العزيز بريمو، جليل أحمد بريمو من أهالي قرية غزاوية من قبل ميليشيات فيلق الشام لساعات والإفراج عنهم، وبعدها من قبل الاستخبارات التركية وشرطة عفرين الأمن السياسي بتهم العلاقة مع الإدارة الذاتية السابقة، ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن. ونشير إلى أن الشاب حسين خليل إبراهيم من أهالي قرية نازا مخفي قسرا منذ اعتقاله في نيسان 2018 بقرية شوربا أثناء عودته إلى دياره. والجدير بالذكر أنه منذ أن داست أقدام ميليشيات الائتلاف السوري الإخواني أراضي منطقة عفرين المحتلة وتم توطين مئات آلاف المستخدمين فيها، بدأت الاعتداءات الواسعة على الغابات والأشجار الحراجية والمثمرة أيضا بالقطع الواسع وإضرام النيران، فأبيدت غابات طبيعية بكرية وأخرى زراعية بغية التحطيب وصناعة الفحم والتجارة. ومع كل شتاء يزداد القطع، ففي ناحية شراء يتم قطع الأشجار الحراجية الزراعية بوادي إيكدام ومرة وشما، وقامت الميليشيات بقطع مئات أشجار الزيتون في محيط بلدة ميدانكي بشكل جائر. وفي ناحية رجو قام ميليشيات فيلق الشام بقطع 50 شجرة فستق عائدة لبريم قادر، فوزي حسن، مصطفى حسين محمد، وحوالي 60 شجرة سنديان معمرة في مقبرة غربي قرية شقماق الكبير. أكد الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لموقع الإدارة الذاتية أن عام 2021 كان ذاخرا بالعمل في مجال الرعاية الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا، لذا لم تدخر هيئة الصحة ولجانها في شمال شرق سوريا جهدا في التصدي لهذا الفيروس وضمان بقائه تحت السيطرة، إلا أن الجائحة لم تشكل عائقا أمام هيئة الصحة لتطوير باقي المجالات الطبية، حيث افتتحت الهيئة قسم جراحة القلب في مركز القلب والعين في الجزيرة، وأجريت فيه 65 عملية قلب مفتوح، كما أنجزت أول عملية زرع قرنية للعين وهي من العمليات المعقدة والصعبة جدا. وأضاف مصطفى: جهزت الهيئة في دير الزور مشفى هجين وأبو حمام، وسيدخل كلاهما الخدمة في العام المقبل، مما يوفر الخدمات الصحية لعموم أهالي دير الزور، كما تم تجهيز مركز غسيل الكلى في الجزيرة. وتضع الهيئة نصب أعينها
رفع مستوى الخدمات الطبية والصحية في شمال وشرق سوريا، ويتمثل ذلك بوضع نظام صحي متكامل يتماشى مع احتياجات السكان والإمكانيات الموجودة، حيث ستعقد هيئة الصحة مؤتمرا لكافة العاملين في ربيع العام القادم، كما سيعقد مؤتمر أمراض القلب الثاني أيضا العام القادم، ويتم التحضير لتشكيل منظومة إسعاف متطورة. كما أكد استئناف عمل مخبر PCR ابتداء من يوم غد الخميس، وذلك بعد تأمين المواد الأولية اللازمة للفحص. وأضاف مصطفى إن العمل توقف بسبب نفاذ شرائح الاختبار ومواد الاستخلاص، مضيفا أنه تم تأمين المواد الخاصة بتحليل المسحات، وسيبدأ العمل في المخبر مجددا. بدعوى من اللجنة التحضيرية لمؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية وبالتعاون مع مؤسسة أولف بالما الدولية، عقد يوم الاثنين الفائت في العاصمة السويدية ستوكهولم لقاء تشاوري تحت عنوان الضرورة والممكنات والمأمول. حضره من الجانب السويدي مسؤول الملف السوري في الخارجية السويدية بيير أورانوس، ومسؤول لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السويدي كينث فورشلود، بالإضافة إلى ممثلين عن أحزاب وشخصيات سياسية سورية. وعقدت خلال يومين من الاجتماعات عدة جلسات ناقش فيها المجتمعون الوضع السوري وحال المعارضة السورية، وتم التوافق على أن النظام السياسي مسؤول دستوريا وقانونيا عن الوضع الكارثي الذي وصلت إليه سوريا. وشدد المجتمعون على التمسك بالقرار 2254 وبيان جنيف 1 أساسا للحل السياسي دون إقصاء أي طرف، وضرورة معالجة ملف النازحين واللاجئين وضمان عودتهم الطوعية والآمنة، وإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين والكشف عن مصير المفقودين، وعلى ضرورة التواصل مع كافة القوى والتجمعات الديمقراطية داخل سوريا وخارجها لتشكيل حلقة تنسيق تمثل السوريين الديمقراطيين استمرارا للحوار من أجل عقد مؤتمر شامل. هذا وأصدر المجتمعون في ختام اجتماعهم تصريحا صحفيا لخصوا خلاله أهم النقاط التي خلصت إليها نقاشاتهم خلال يومي الاجتماع، كما زار عدد منهم ضريح السياسي ورئيس الوزراء السويدي الراحل أولف بالما. على مدار يومين متتاليين، يومي 13 و14 من الشهر الحالي، وبدعوة من اللجنة التحضيرية لمؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية، وكذلك برعاية مركز أولف بالما الدولي، تم انعقاد اجتماع تشاوري حضره شخصيات عديدة وأطراف سياسية عديدة، تمهيدا لعقد مؤتمر أوسع يتم من خلاله تأطير المعارضة الديمقراطية المنفتحة الوطنية المعتدلة، دعنا نسميها المعارضة الديمقراطية، تمهيدا إذن لعقد مؤتمر موسع للمعارضة. الذي تم هو اجتماع تشاوري بين مجموعة من الحضور من مختلف المشارب واللجنة التحضيرية التي انبثقت خلال العامين الماضيين عن ورشات حوارية تمت في أكثر من عاصمة ومدينة أوروبية. اللقاء كان جيدا ومثمرا، تم خلاله تبادل الآراء وكذلك اللقاءات الجانبية مهمة جدا. حضره من الجانب السويدي مسؤولون عن وزارة الخارجية ومسؤول عن وزارة الدفاع، وحضره مجموعة من البرلمانيين من ضمنهم شخصيتان كردي من أصول كردية حضروا أيضا هذا الاجتماع، يعني كمؤازرة للحضور. وكان هنالك أيضا إعلام كردي وأجنبي، وكان هناك اهتمام من قبل السويديين أنفسهم ومركز أولف بالما بالتحديد. خلال اليومين تم مناقشة أمور عديدة، معظمها كانت حول كيفية تأطير المعارضة الديمقراطية، كيفية بلورة معارضة حقيقية ما هو موجود في سوريا. هي سلطة لا زالت مستبدة متمسكة بكرسيها، وفي الطرف الآخر معارضة ترتهن لأجندات أجنبية تضع بيضها في سلة دول إقليمية.
لا يرتجى منها الخير وللسوريين. لذلك هناك حاجة حقيقة لبلورة معارضة ديمقراطية حقيقية تمثل مطالب الشعب السوري وأيضا الشعارات التي خرج من أجلها منذ 10 سنوات. أعتقد نحن أيضا حضرنا هذا الاجتماع بفاعلية، كان لنا دور في المناقشات وفي الحوارات. النتائج التي خرجت بها لخصوها عبر تصريح صحفي أعتقد مكثف، يعني بشكل مكثف يوضح مجريات اليومين الماضيين. أعتقد أن هذه الحوارات ستستمر، ربما كان الأول ولكنه لن يكون الأخير. يأتي أهمية هذا الاجتماع لأنه عقد في مركز أولف بالما تحديدا وفي دولة محايدة مثل السويد. هذين النقطتين لهما أهمية في مسألة الاجتماعات. يعني دولة السويد هي دولة محايدة ليست لها أجندات أو مصالح أو أطماع في سوريا، وكذلك مركز أولف بالما الذي يعني كان الكرد متهمون بقتله حتى قبل عام أو عام ونصف. أهمية حضور هكذا اجتماع إذن في مركز أولف بالما وفي السويد كان لها هذه الأهمية. أنا شخصيا يعني متفائل، النتائج كانت جيدة، اللقاءات الجانبية كانت جيدة. سنستمر في التعاطي والتحاور إلى أن نصل إلى الهدف المرجو وهو تأطير المعارضة الديمقراطية. أكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن شركة دنماركية متخصصة بتزويد الوقود ومديرها التنفيذي أدينا أمس الثلاثاء في محاكمة نادرة بتهمة انتهاك الحظر الأوروبي على سوريا عبر بيع الوقود للقوات الجوية الروسية العاملة في هذا البلد. وقالت محكمة أودنسا في وسط الدنمارك حيث تجري المحاكمة منذ تشرين الأول في نص الحكم إن عمليات التسليم تعتبر انتهاكات موضوعية للعقوبات الأوروبية المفروضة على نظام بشار الأسد. وأدانت محكمة أودنسا في وسط الدنمارك شركة دان بانكرينج ومجموعتها الأم بانكر هولدينج ببيع إجمالي 172 ألف طن من الوقود في 33 مناسبة بين عامي 2015 و2017 إلى شركتين روسيتين. وفرضت على الشركتين الدنماركيتين غرامة بقيمة إجمالية بلغت 34 مليون كرونة أي حوالي 4.6 مليون يورو. هذه الكميات الكبرى من الوقود البالغة قيمتها حوالي 90 مليون يورو سلمت لاحقا إلى سوريا حيث استخدمت لتزويد مقاتلات روسية في البلاد. وحكم على مدير بانكر هولدينج التنفيذي كيل ديمانت بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ، وخرج من المحكمة بدون الإدلاء بأي تعليق كما أفادت مراسلة فرانس بريس. ودفع محامو الشركة لمديرها بالبراءة معتبرين أنه لا يمكنهم ضبط كيفية استخدام الوقود من قبل زبائنهم الروس الذين لم يكونوا خاضعين للحظر، إلا أن المحكمة اعتبرت أنه كان يتعين على مدير الشركة أن يدرك أنه من المحتمل للغاية أن يستخدم الجيش الروسي الوقود في سوريا. بعد حوالي 11 شهرا من استقالة الحكومة الهولندية في كانون الثاني 2021 بسبب الفضيحة الضريبية التي تخص إعانات حضانة الأطفال، وبعد 9 أشهر من الانتخابات العامة والتي جرت في شهر آذار الفائت، توصل حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روتا إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مع كل من حزب الديمقراطيين 66 وحزب النداء الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد المسيحي. وأكدت بعض المصادر أن مارك روتا يهدف إلى أن تشغل النساء نصف المناصب الوزارية. وحسب مصادر فإن هناك تسريبات تقول أن الاتفاق بين الأحزاب الأربع سيشمل تعديل نظام القروض الطلابية وربط ضريبة السيارات بالمسافة المقطوعة ومجانية رعاية الأطفال ومساواة رواتب معلمي المرحلة الابتدائية مع رواتب نظرائهم في المرحلة الثانوية. ومن المتوقع صدور البرنامج الحكومي مساء اليوم على أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة في الشهر الأول من العام القادم.